مساء الخير عليكم خوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده يا ربي. جيتكم اليوم بفيديو جديد ووصفه جديده. غادي نشارك معكم عصير بالخوخ والجزر، كيجي مزيون بزاف. ندوزو المقادير، الطريقه ديال التحضير. بسم الله والصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله. غادي نحتاج في هذا العصير نص كيلو ديال الخوخ مسلوق، عملته يتسلق واحد 5 ديال الدقائق وخليته بالماء ديالو، ما قشرتوش، خليته بالقشور ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. عندي هنايا نص كيلو ديال الخيزو، قطعتهم دوائر وسلقته نص سلقه واحد 4 ساعات المكانه، وخليته حتى هو بالماء ديالو لان الماء ديالو هو اللي غنحتاج في العصير. وغادي نحتاج واحد المغرفه ديال السكر كيبقى لكم نتوما الاختيار، تقدروا تعملوا اكثر. انا نعمل مغرفه وغادي نشوف عندك يجينا حلو. وغادي نحتاج فيه 2 دانونيس ديال الخوخ واناناس، واحد دانون ديال فاني بنكهه فانيليا، وعصير حامضه، واحد العصير حامضه ليمونه عندي كبيره ماشي صغيره، حامضه كبيره. بسم الله. بسم الله على بركة الله. خوتي جبت الخلاط، غادا نضيف ونضيف الجزر، انا غادا نقسم الكميه على 2 حيت عندي كثيره شويه باش نطحنهم مزيان. نضيف دانون، انا عملت دانون ديال الخوخ واناناس ديال دانون فاني، نكهه الفانيليا. نتوما كيبقى لكم اختي الاختيار، نتوما اللي بغيتو. غنضيف مغرفه ديال السكر، غنضيف عليهم عصير ديال الليمونه حامضه، ودابا غادا نعملو يتطحن.
بعد ما طحنت العصير اخوتي، ها هو شوفوا كيفاش جا، شوفوا كي داير المنظر ديالو مزيون ما شاء الله. ودابا غادي نعمرو في الكيسان في الغراف. بسم الله. بسم الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير اخوتي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله يا ربي، وتجربوه وتاكلوه بالصحيحه والهنا والعافيه نتوما والعائله والحباب. الصراحه جا مزيون وخاتر، كيحمر الوجه الصراحه. الله لا جا عندك شي واحد هيدا الضياف ولا العائله ولا اي واحد تعدلو يعني مزيون، ماشي خايب، كيجي المذاق ديالو مزيون بزاف. نتمنى يعجبكم. السلام عليكم، فيديو مقبل ان شاء الله يا ربي. ما تنسوناش بالدعاء ديالكم.